يا ترى ايه اللي خلاه يقرر انه يقتل 70 شخص؟ مستر انمي او تري يوتيوبر مشهور ما كانش عنده اي مشكلة في الطفولة، ولكن في مرة تجيله فكرة مجنونة. اتصل بالشرطة وقال لهم ان هو بيشوف حاجات غريبة داخل البيت، واول ما الشرطة توصل يكون مستر انمي مستخبي داخل حديقة البيت. كل هدفه انه يسرق مسدس الشرطي عشان يقتل واحد من اصحابه، كل ده وهو عمره 13 سنة. ولكن الشرطة تقبض عليه وتمضيه على تعهد انه ما يعملش كده تاني. وفي 2006 يفتح اول قناة ليه على يوتيوب، كل محتواها كان عبارة عن هزار وضحك مع اصحابه واصدقائه واسرته، لحد لما يتغير ويبقى مهووس بكتب الرسوم المتحركة للانمي، وبقى ده المحتوى الاساسي للقناة الخاصة بيه. ومن هنا يغير اسمه من تري لمستر انمي، ويصبح مؤثر في عالم الانمي، ويستمر لمدة 5 سنين بيقدم نفس المحتوى، ويكون قاعدة جماهيرية عريضة جدا على اليوتيوب. ولكن في يوم مستر انمي يفاجئ متابعينه ويظهر بأسلحة في فيديوهاته، ويعترف ان ديت من متعلقاته، وغير محتواه تماما وبقى يتكلم عن انواع الاسلحة والسكاكين والرصاص. بدأوا كل المتابعين يخافوا من كل تصرفاته، لأنه تحول من شخص بيتكلم عن الانمي لشخص بيتكلم عن أنواع الأسلحة. وفي إحدى الفترات كان عايش بعيد عن أهله، مقيم مع جدته، لحد لما جدته تتوفى ويبقى عايش وحيد في قلب المنزل. ويوم بعد يوم مستر انمي جنونه كان بيزيد، وأصبح شغوف إنه يعرف قصص السفاحين وتفاصيل كل الجرائم اللي كانوا بيعملوها. وللمرة الثالثة مستر انمي يغير محتواه ويتكلم عن السفاحين، ويستغل الحيوانات في التدريب على ضرب النار. ومن هنا مستر انمي يفقد معظم المتابعين، لحد لما واحد من اصحابه قال ان مستر انمي عاوز يتخلص من ابوه ويقتله، لانه دايما على خلاف مع ابوه، وعشان كان بينصحه انه يركز في مستقبله، وكان حزين عليه انه ساب دراسته. ما كانش مدرك ان والده خايف عليه زيه زي اي اب، وكل اعتقاده ان ابوه بيكرهه. وفي 2012 مستر انمي يبقى مدمن كحوليات، ويطلع في كل فيديوهاته سكران، وبقى دايما في مشاكل كبيرة مع اهله. وطلع في فيديو بيقول انه هيبعد فترة طويلة عن اليوتيوب لانه هو بيخطط لحاجة مهمة وقوية في حياته. في الفترة دي بدأ يتدرب اكتر على ضرب النار، وكل اللي مسيطر على فكره ازاي يقتل 70 طالب من مدرسته القديمة. ولكن مستر انمي كان خايف على شكله ومنظره قدام اهله، دايما بيفكر ايه اللي ممكن يعمله عشان يخفي عن اهله الجرائم اللي هو عاوز يعملها. من هنا مستر انمي يقرر ان هو يقتل اهله، وياخد كل الاسلحة الخاصة بيه، ويروح لبيت اهله ويقتل كل اسرته، ابوه وامه واخوه، وبكده يكون اتخلص من كل اسرته. وعشان يتاكد ان كلهم ماتوا قرر ان هو يطلق عليهم النار للمره الثانيه، وبكده تبدا المهمه الاساسيه لمستر انمي، ان هو يقتل 70 طالب من مدرسته القديمه، وكل ده عشان هدفه انه يبقى اشهر سفاح في التاريخ. في الوقت ده الشرطة كانت بتحقق عن مين اللي قتل عيلة تري، لحد لما الشرطة لقت حيطة مكتوب عليها أنا أحب أبي وأمي وأخي، إزاي قدرت إني أتخلص منهم وأقتلهم؟ وده كان اعتراف صريح من مستر انمي إن هو اللي قتل عيلته. وهو في طريقه للمدرسة عشان ينفذ خطته كان حزين جدا على أسرته، فوقف على جنبه ومسح دموعه وراح لبيت واحد من أصحابه. وتقبض الشرطة على مستر انمي في قلب بيت صاحبه، ويتحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. لحد وقتنا هذا مستر انمي مسجون. من رأيي الشخصي ان مستر انمي كان مصاب بمرض نفسي، ومحدش من عيلته حاول انه يعالجه. وانتوا كمان مستني ارائكم في الكومنتات، هل مستر انمي كان مريض نفسي؟ وفي النهاية ما تنسوش تتابعونا على اي منصة بتشوفونا عليها. نشوفكم الحلقة الجاية.